أهلا بيكم معانا. النهاردة عندنا قصة عائلية فعلا معقدة جدا وقلبت السوشيال ميديا. أهلا بيكي. الموضوع ده واخد أبعاد كبيرة قوي. بالظبط، بنتكلم عن الخلاف اللي حاصل بين الأخين محمد وحمدي، وطبعا زوجاتهم آلاء ووفاء طرف فيه، ودخل كمان أخوهم حسن. وحتى الأب الحاج جابر بقى طرف هو كمان، يعني العيلة كلها تقريبا. القصة بقى فيها كل حاجة، اتهامات بالكذب، إهانات، تلقيح كلام، هجوم على الأهل. الدنيا مقلوبة بصراحة. صحيح، والناس كلها بتتكلم وبتتسائل إيه الحقيقة. هو ده اللي هنحاول نفهمه النهاردة، نفصص كده وجهات النظر المختلفة ونشوف مين بيقول إيه. يلا بينا؟ يلا بينا. نبدأ منين؟ من رواية محمد؟ خلينا نبدأ بمحمد. هو طلع في فيديو طويل واعترف بحاجة كانت مفاجأة لناس كتير، اللي هي إن إعلان الحمل الأولاني بتاع آلاء ده كان تمثيلية؟ هو اعترف بكده؟ اعترف، بس وهنا النقطة المهمة، بيقول إن الفكرة دي أصلاً كانت فكرة حمدي أخوه. حمدي اللي اقترح التمثيلية دي ليه؟ بيقول عشان يعملوا ضجة زي ترند كده، يرجعوا بقوة يعني. كلام غريب شوية. الأغرب بقى إنه بيقول إن آلاء فعلاً حملت بجد بعد الموضوع ده. حملت بجد؟ أيوة، بس للأسف حصل إجهاض. يعني هم وقعوا في مشكلة بسبب الكذبة الأولى؟ ده كلام محمد بالظبط، بس الأخطر من قصة الحمل دي في رأيي هي الاتهامات التانية. اللي هي إيه؟ اتهامات مباشرة لحمدي بإهانة آلاء. بيقول إنه أهانها بشكل متكرر ومباشر. قال إيه يعني؟ بيقول إنه وصفهم هما الاتنين محمد وآلاء بإنهم أوسخ من بعض. يا نهر أبيض، ده كلام كبير قوي. كبير جدا. ومش بس كده، بيتهم حمدي بإهانة حماه وحماته بألفاظ صعبة قوي زي أجرب. الكلام ده لو صح يبقى الموضوع خطير فعلا. خطير طبعا. وكمان بيقول إن حمدي حاول يأذيه في شغله، في أكل عيشه. يأذيه إزاي؟ إنه شغال من غير ترخيص، وعشان كده محمد وصل إنه بيتحدى حمدي تحدي مباشر. إيه هو التحدي؟ إنه ينشر مكالمة تليفونية كاملة بينهم. محمد بيقول المكالمة دي بتثبت كل كلمة هو قالها وبتدين حمدي. والمكالمة دي اتنشرت؟ لا، هو بيتحدى بيها بس لحد دلوقتي. موقف صعب بصراحة، واتهامات تقيلة قوي. فعلا تقيلة. طب الناحية التانية بقى، حمدي والعيلة ردوا إزاي على الكلام ده كله؟ هنا بقى الموضوع بيزيد حيرة. حمدي بينكر تماما إنه صاحب فكرة الحمل الوهمي. بينكرها خالص؟ تماما. وبيقول إن محمد هو اللي كذاب، والأكتر من كده بيصر إن آلاء أصلاً عمرها ما كانت حامل. لا في المرة الأولى ولا التانية؟ ولا مرة. ده كلام حمدي. بيقول إن محمد بيعيش دور الضحية وبيستعطف الناس عشان المشاهدات. بالظبط. وبالنسبة لموضوع الإهانات، موقف حمدي هنا مش واضح قوي. إزاي؟ هو بيقول إنه مش بيغلط في آلاء كشخص، هو بينتقد الموقف، الكذب اللي حصل تمام. بس في نفس الوقت طلعت منه عبارات مباشرة، ففكرة إنه بينتقد الموقف بس مش دقيقة قوي. في تناقض شوية في كلامه. ممكن نقول كده. والموضوع بقى مش بين الأخين وزوجاتهم وبس. لا، ما احنا قلنا الأب والأخ الثالث دخلوا. بالظبط. الحاج جابر أبوهم نزل بوست بيتهم فيه محمد إنه بيحلف كذب. الأب نفسه بيتهم ابنه بالكذب، القسم. دي صعبة قوي. صعبة طبعا. والأخ الثالث حسن كمان نزل بيان شديد اللهجة. قال إيه حسن؟ محمد إنه بيضحك عليهم وبيستغلهم، وإن إعلان الحمل الأولاني ده كان بيعايره هو ومراته نهال. بيعايرهم ليه؟ علشان هم متأخرين شوية في الإنجاب، كأنه بيغيظهم أو حاجة زي كده. ده الموضوع دخل في حتة تانية خالص. وفي كلام كمان بيتقال، مش مؤكد طبعا، إن حسن ده هو اللي كان بيسخن حمدي على محمد في الأول. الله أعلم بقى. بس اللي واضح إننا قدام شبكة خلافات متداخلة جدا. كل واحد عنده رواية وعنده اتهامات للتاني. محمد بيقول حمدي بدأ بالكذب وأهانه وأهان أهله وحاول يأذيه، وحمدي والعيلة بيقولوا محمد هو الكذاب والممثل وبيستغلهم وبيعير أخوه. والحقيقة فين وسط كل ده؟ محدش عارف بالظبط. الثابت الوحيد هو حالة الشد والجذب دي، والتصريحات النارية اللي كل شوية تطلع وتطول الكل، وخصوصا الكلام الجارح اللي بيتقال على آلاء وأهلها. وهو ده اللي ظاهر للناس كلها. والمشكلة الأكبر زي ما قلنا إن كل ده بيحصل فين؟ على السوشيال ميديا قدام الملايين. بالظبط. الجمهور بقى مش مجرد متفرج، لا ده بقى طرف بيحلل ويفسر ويحكم كمان.
ده حقيقي، لدرجة إن في ناس ربطوا صورة قديمة لحمدي ووفاء مع بنت محمد الصغيرة تالين، ربطوها بديكور المستشفى عشان يثبتوا نقطة معينة في النقاش ده. شفتي إزاي؟ الخلاف الخاص جدا ده اتحول لمادة للمشاهدة والتحليل اليومي للناس، والمنصات دي نفسها ممكن تكون بتزود النار. أكيد، لأن كل طرف بيحاول يكسب الجمهور في صفه وينزل اللي يدعم موقفه. بالظبط. في النهاية القصة دي بتورينا قد إيه الخلافات العائلية ممكن توصل لمستوى صعب ومعقد جدا لما تدخل فيها حسابات الشهرة والسوشيال ميديا والمشاهدات. قصة فيها كل حاجة، كذبة حمل معترف بيها وادعاء بحمل حقيقي نزل، مكالمات بتتسرب أجزاء منها، إهانات مباشرة للأشخاص وللأهل على الملأ، محاولات أذية في الرزق، وتدخل الأب والأخ، يعني دراما كاملة. دراما حقيقية للأسف. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم للتفكير، يعني في الخلافات اللي بتتلعب على المكشوف كده، فين بالظبط بتنتهي حدود الخصوصية العائلية وفين بتبدأ مساحة فرجة الجمهور؟ سؤال مهم فعلا. وإلى أي مدى السعي وراء المحتوى والترند ممكن يكون هو نفسه سبب في إن الخلافات دي تكبر وتوصل لنقطة اللا عودة أو حتى يشوه حقيقتها؟ إزاي الشهرة ممكن تدمر علاقات بالشكل ده؟ للأسف. طيب، لو عجبكم تحليلنا ده للقضية الشائكة دي، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وياريت تعملوا لايك للفيديو ده وتشيروه مع كل اللي تعرفوهم عشان الحكاية دي وتحليلنا ليها يوصل لأكبر عدد ممكن. نشوفكم في تحليل جديد قريبا إن شاء الله. إن شاء الله.